صباح الخير والتفاؤل والإيجابية، وأهلا وسهلا بالجميع على قناتي على اليوتيوب. اليوم الفلوج عبارة عن رحلة لحوض الشارقة للأحياء المائية اللي تم تأسيسه عام 2008، واللي بتبلغ مساحته 6500 متر مربع موزع على طابقين، وفيها 20 خزان مائي بتحتوي على 150 ل 250 كائن بحري مختلف. اليوم الفلوج راح يكون جدا مشوق جدا ممتع، فخليكم معنا لاخر الفلوج عشان تستمتعوا. كالعاده ما تنسوا الاعجاب، التعليق، الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد. تمام يا جماعه، زي ما انتم شايفين سعر التذكره 25 درهم للشخص الواحد، فللشخصين راح تكون 50 درهم. بعد ما تاخذ تذكرتك من الاستقبال راح تلاحظ وجود إشارات واضحة وأسهم بتدلك على الطريق الصحيح اللي لازم تتبعه. المسار فيه نزول خفيف، وهي نقطة مهمة لأن التصميم الذكي للمكان بيخليك بالبداية تشوف الأحواض من الأعلى وكأنك بتتأمل عالم البحر من منظور طائر، وبعدها بتبدأ رحلة النزول التدريجي ودخولك جوا هذا العالم الغامض والجميل. وأول مفاجأة بتقابلك هي عبارة عن جسر محاط بأحواض ضخمة على الجهتين، فيها كميات كبيرة ومتنوعة من الكائنات البحرية، من الأسماك الصغيرة الملونة لحد القروش اللي بتتحرك بهدوء وقوة بنفس الوقت. لحظة الوقوف على الجسر لحالها كانت تجربة فريدة، لأنها بتحسسك كأنك محاط بالبحر من كل الجهات، ومع كل خطوة الأجواء بتصير أعمق وأهدى، والإنارة الهادية مع صوت المي بعطيك شعور بالطمأنينة. كملنا نزولنا ولاحظنا وجود لوحة توعوية بتشرح عن التلوث البحري، أسبابه وأثره على الحياة البحرية، وكيف إحنا كأفراد ممكن نساهم في الحد منه. صراحة كانت لحظة تخليك تفكر، لأنه الجمال اللي حوالينا محتاج تحافظ عليه. وبعدها دخلنا أهم محطة بالنسبة إلي، النفق الزجاجي اللي بمر من أسفل الحوض. من هون فعلا بتحس إنك جزء من هذا العالم، بانوراما بحرية 360 درجة، أسماك من كل الأنواع، الألوان، الأشكال وحتى الأحجام، وكل جهة بتطلع فيها بتكتشف كائن جديد. وحبيت أخصص لحظة لأخذ لقطات قريبة للأسماك، تفاصيلها، ألوانها وحركاتها، مشاهد فعلا تخطف الأنفاس، وبتمنى تبهركم زي ما أبهرتني. بس الرحلة ما بتوقف هون، لأنه تذكرة الدخول ما بتشمل فقط الأكواريوم، بل كمان بتعطيك فرصة تزور متحف جميل جدا موجود في المبنى المقابل مباشرة. ومن اللحظة الأولى لدخولك بتحس كأنك انتقلت للزمن الماضي، معروضات أثرية نادرة، قطع تراثية إماراتية أصيلة، وأجواء بتحكي قصة المكان والناس اللي عاشوا فيه من زمان. التنوع الموجود بالمتحف بين التحف، الملابس، الأدوات التقليدية وحتى المجسمات التفاعلية بيخلي الزيارة غنية ثقافيا ومليانة تفاصيل تستحق التأمل. باختصار، زيارة حوض الشارقة المائي والمتحف المقابل كانت تجربة متكاملة فيها متعة، معرفة وهدوء، وكلها ضمن بيئة مصممة بعناية ودقة. إذا كنتم من محبي الطبيعة البحرية أو من عشاق التراث، هذا المكان لازم يكون على قائمتكم. تمام يا جماعة، هيك الفلوج بيكون انتهى. بتمنى الفلوج نال اعجابكم، وكالعادة لا تنسوا الاعجاب، التعليق، الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد. سلامات، وبنشوفكم بالفلوجات الجاية.